حابين إننا نخاطب روحك ونخليها تخرج بره دايرة الحياة السريعة. هنخليك تدور شوية جوه نفسك عشان تقدر تكتشفها ونشوف معاك مدى صدقك مع نفسك، لأننا مقتنعين إن كلنا أسباب موجودة في الدنيا عشان نساعد بعض. وتجاربنا الشخصية أكيد هتلهم أشخاص تانية غيرنا حتى من غير ما نلاحظ ده أو نكون قاصدينه. ما تيجوا نلعب مع بعض لعبة Beyond the Colors. أستاذة زينة منصور، بجد متحمسه جدا 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 حقيقي زي ما كنت بقول لحضرتك من شويه الحلقه دي، وعايزه اقول ده يعني انسات انه دي اول حلقه فيمينين تبقى في البودكاست. وحضرتك يعني لما اتفرجنا عليكي في انترفيوز كتير بجد خطفتينا، وفي حاجه متشابهه هنعرفها النهارده مع بعض. الله اكبر جامد الحلو ده، بسم الله ما شاء الله، بنتين زي القمر يعني. ايوه كده ادوني حماس الشباب كده. ايوه خلينا نرجع كل الشباب وكل القمر. ما شاء الله تبارك الله. ميرسي ميرسي ميرسي، وانا اللي سعيده جدا وفرحانه بالموضوع، يعني الموضوع عارفه شديدني كده جدا، ويا رب ان شاء الله نعمل حلقه حلوه ونقول كلام من القلب إن شاء الله بجد. طيب احنا دلوقتي هنلعب، فاحنا معانا 5 ألوان: أي. أبيض، أسود، أخضر، بينك، أحمر. تمام. تحبي تختاري أنهي لون ولا نختار إحنا؟ والله هي كلها ألوان أنا بحبها، بس نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كده بالأخضر عشان تبقى سكتنا خضرة. الله. تسأليها أنت ولا أسألها أنا؟ أسأليها أنت. اسالها. يلا. بتحسي بايه لما بتشوفي حد حقق حاجه انت كان نفسك تحققيها؟ بنبسط له والله العظيم، بنبسط يعني سبحان الله، لما بتنبسط بالنعمة عند غيرك ربنا بيجيبها لك أضعاف مضاعفة. فلما بلاقي حد كان نفسه يحقق حاجة وتعب علشان يحققها وحققها، بقول ما شاء الله تبارك الله، يا رب إن شاء الله يكرمه ويرزقني مثله إن شاء الله. ما بتحسيش إن في وقت بيجي عليكي اللي هو والله حلو وألف مبروك وأنا مبسوطة وكل حاجة، بس مش بتحسي ساعات ممكن إن ما بينك وما بين نفسك إنك بغل كده لا ولا إيه؟ لا إنك لو مكانه كنت هتعملي أحسن؟ لا يعني هو بصي، ما هو ده نصيبه، دي بتاعته، فهو عملها. ممكن انا اعملها بس بطريقه تانية، يعني انا ممكن يكون وجهه نظري، يعني لو كان انا اتعرض عليا الموضوع ده كنت عملته بس بطريقتي انا او بوجهه نظري اللي انا شايفاها، لكن هو عملها ونجح فيها والدنيا كلها قالت الله، فتمام، هي بتاعته، هي مش مكتوبه لي، هي بتاعته، فربنا يبارك لكل الناس. مش احسن يعني واوحش يعني. لا ما فيش احسن واوحش، لا في وجهه نظري انا ممكن العبها بالطريقه دي، ومثلا هو لعبها بالطريقه دي او هو عملها بالطريقه دي وربنا كرمه ونجح. ما هو النجاح يعني اقول لك ايه، يعني مش ستاندر، يعني كل واحد وليه حلاوته، وكل واحد وليه طريقته، وكل حد وليه اسلوبه في الحياه. فممكن اسلوبك انت غير اسلوبها غير اسلوبي، وسبحان الله، والنجاح ده بتاع ربنا، او ان هو يعني يلاقي استحسان من الناس، فدي من عند ربنا. فتمام جدا يعني، تمام جدا. اوكي صح كده. نروح للابيض بعد الكلام الجميل. نروح يعني ايه الحرية من وجهة نظرك؟ من وجهة نظري زمان ولا من وجهة نظري دلوقتي؟ زمان ودلوقتي. هقولك على حاجة. الحرية زمان بالنسبة لي وانا لسه عيلة صغيرة بقى كنت متضايقة بقى، وبصي انا اتولدت في بيت يعني ايه نقول مش محافظين، بس اللي هو بيخافوا على البنت قوي. البنت لا ما تخرجيش، ما تسهريش لحد الساعة 10 دي، ممكن لو رجعت 10 دي ممكن ادخل البيت اخد حتة علقة ما حدش ما خداش حمار في مطلع. لكن فكنت بتضايق قوي، وان هو مثلا اخواتك الصبيان هم من حقهم يسهروا ومن حقهم يخرجوا ومن حقهم يروحوا النادي ومن حق انتي لا وكده. فده كان مسبب لي حالة نفسية غريبة دي اللي هو ليه يعني عشان انا بنت؟ ايه مشكله ان انا ايه اللي ممكن يحصل لي يعني وانا بنت؟ ما كنتش فاهمه بقى. طب انا ربنا خلقني الخوف بقى دلوقتي طبعا البنات بتسهر للفجر عادي جدا، مفيش اي مشكله. فكانت الحريه بالنسبه لي ان انا اعمل اللي نفسي فيه، وان ما حدش يقول لي اللي هو ما فيش قيود. انا اصلا ما بحبش القيد، يعني ما بحبش حد يبقى مقيدني او حد يقول لي مثلا اعملي ايه وما تعمليش ايه.
بعد شويه، بعد ما يعني بقى عقلي فيه نضج شويه وفهمت سن الحكايه. كام؟ لا مش هقول لك. لا قولي لي امتى حسيتي ان ده هو ده الصح؟ الحريه، يعني عرفت معنى الحريه. أيوة. الصح ان انا اعمل كل اللي نفسي فيه بس بليمت. يعني يمكن يعني بعد ال30 كده بحته والله كده. ما يبان عليكي، والله قمر والله قمر. بقول لا ما لا، شاء الله الله. اكبر الله اكبر ما شاء الله. يعني بعد ال30 الانسان انتوا هتحسوا بالموضوع ده. العشرينات بقى تشوي الحركات والدنيا، وعايزه تعملي كل حاجه وتروحي في كل حته، وفعلا عملت كل حاجه. يعني شوفي وسافرت امريكا واوروبا وبصي لفيت العالم وكل حاجه علشان احقق ان انا لا انا حره، انا ممكن اعمل كل حاجه وممكن انجح. ما كانش هيحصل النضج ده من غير الاكسبيرينس بالظبط. طبعا بالظبط. طبعا طبعا. كان دايما يبقى في كبت كده. ليه بقى اقول لك ليه؟ لان في مجتمعنا الحريه بتتفهم غلط. يعني لو انت عايز تخرجي وعايز تسهري وعايز تروحي ديسكوتيك وعايزه تعملي، بيقول لك ليه بنت مفلوته ومش يعني من فتره يعني من فتره يعني اللي هو هي دي. لا يا جماعه انا بعمل كده عشان انا عايزه بحب الحياه بالظبط، عشان انا نفسي اشوف الحياه، علشان انا عايزه اتعلم وعايزه يعني اتخبط واقوم واقف واعمل وكده. يعني عايزه يبقى عندي ما ينفعش تتعلمي من اكسبيرينس حد حد في غيرك. البيت. ايوه ما ينفعش يعني مهما الاب والام قالوا احنا عملنا احنا شفنا اسمعوا الكلام، صحيح، بتحسي انك لا محتاجه تجربي وحتى وتفشلي وتتوجعي ويحصل لك حاجات علشان من خلال ده الخبره بقى لما تيجي تبقي لا انا اخلي بالي بقى المره الجايه. يعني يبقى غباء ان انت تكرري الحاجه او اللي وقعتي الغلط اللي وقعتي فيه تكرريه مرتين، ده يبقى غباء جدا يعني. فلازم لازم تخلي بالك. يعني الانسان الواعي الناصح لازم يخلي باله، لا ده انا عملت كده وحصل لي وحصل لي وحصل لي. لو هتحط في نفس الموقف لا انا لازم ابقى قد الحكايه. يعني بقيت استخدم الحريه دلوقتي ان أنا يعني سبحان الله انا ممكن يبقى ساعات ما اوريش حاجه وحد يكلمني مثلا من صحابي يقولي يلا بينا نخرج ومش عارفه ايه. طب هخرج اعمل ايه؟ هروح فين؟ هنروح فين؟ هل في المطلق؟ هل هضيع وقتي؟ فبقى اصبح بالزبط. الوقت بالنسبه لي ان انا لازم اذا خرجت او اذا يعني حبيت ان انا اشوف الدنيا بس يبقى فيه يعني انت خارجه لايه؟ هتشوفي ايه؟ هتستفيدي بايه؟ هترجعي معاكي خبره بايه؟ يعني ممكن على فكره سبحان الله لما تمشي في الشارع ممكن تسمعي كلمه من حد، على فكره الكلمه دي ممكن ترن في ودانك وتكسبي منها حاجات كتيره قوي تنفعك فيما بعد. تحسي ان هي جايه في وقتها، تحسي ان سبحان الله سبحان الله. وساعات مثلا اللي هو بتخرجي وتيجي تقولي ده ايه النسيبه اللي انا عملتها، انا اللي خلاني كنت قاعده في البيت، يعني ايه اللي وداني انا ضيعت وقتي يعني مع ناس تافهه. يعني معنى كده انك ادركتي معنى الحريه لما حصلت حاجات ما كنتيش مدركه ان هي هتحصل. طبعا لا تعرضت لحاجات كتيره طبعا، بس ربنا كان بيسلم بستر الله وبدعاء ابويا وامي الله يرحمهم. كان دايما يقول لي الله يسترها معاكي يا بنتي، والله ابويا الله يرحمه كان دايما دي دعوته ربنا يسترها معاكي. فكان دايما ربنا بيسترها معايا رغم ان انا مثلا يعني في حاجات سبحان الله يعني ربنا نجاني منها اصلا. تبقي على الحافه خلاص يعني هو ما هي مشكلتك برضو ايه يعني لما يبقى الانسان على سجيته وما عندوش اكسبيرينس، فكل الناس حلوين في عينيا حلوين، كل الناس لطافه، كل الناس حلوه وبتاع، وفجاه تروحي تلاقي ايه ده انتي طلعتي عامله كده، يا لهوي هو ده كان ضميره كده وانا كان ضميري حاجه تانية خالص. فربك بيسلم بقى سبحان الله يعني على حسب والله وعلى نيتكم ترزقون، والله زي ما قال يعني هي على النيه بس. يعني الخبره بتبقى يعني انا فرحانه قوي بالوقت اللي انا فيه ده. يعني انا بقول انا لو كنت بالعقليه دي وانا في العشرينات انا كنت دغدغت الدنيا والله العظيم. لاني لو كنت بالعقليه دي كنت عملت حاجات كتيره قوي، لان انا ضيعت حاجات كتيره قوي، فرص كتيره قوي وفلوس كتيره قوي. كان زماني يا اختي دلوقتي كان عندي لا بس كل حاجه بتحصل في وقتها والله العظيم 3 بس انا فرحانه. كل حاجه بتحصل في وقتها جدا. خلينا بقى نولع الدنيا. خدي بقى كده بق كده قبل الاحمر اسكتي مرة بس.
طعم الدنيا. طب محتاجه حد يظبط فيه حاجه؟ ابدا، خليني اشرب مر عشان عيني حلو. ليه مش عارفه. الله، السؤال ده حلو قوي. اتفضلي. الشخص بياخد معاكي كام فرصه عشان تقرري تنهي علاقتك بيه؟ لا انا اجدع واحده تدي فرص. والله العظيم حسيت، والله لا. وحياة ربنا وانا بكتب بس عايزه اقول لك على حاجه، يعني انا ادي فرصه واثنين وثلاثه وعشرة لحد بقى ما توصل لايه، مش على مش الشخص، يعني مش تقصدي ايه بالشخص؟ يعني اي بني ادم، صديق صديقه، اي حد بتعرفيه، اي حد بيشتغل معاكي، اي حد بتاع، بتديله فرصه. يا ابني يا حبيبي يا بنتي يا روح قلبي، يعني كده مش بقول طبعا. لا انا ما بسكتش، يعني اي حاجه بحس بيها بقولها على طول. يعني لا ما ينفعش كده، طب خلي بالك، طب إيه الدنيا كده، طب مش ودي فرصه واثنين وثلاثه. الاقي بقى في غباء وفي يعني استعباط في الحكايه، ف مش هتشوف وشي تاني، لا هشوفك ولا بتقولي انتي هتمشي ولا لا بقول يعني مش بقول، لكن هو هي كده انتي كسرتي القله ولا الزير وراه ومش عايز تشوفيه تاني. حتى لو حاول بعد كده او حاولت بعد كده انها تكلمك، لا خلاص انت يعني انت فقدتني او انت خسرتني. بس اللي هو ايه، يعني ليه انا ارهق نفسي؟ ما بقتش احب ارهق نفسي واقعد استحمل. يعني استحملت كتير في حياتي. بعد قد ايه تقريبا؟ يعني بعد كام فرصه؟ I think ما لهاش ليميت، يعني على حسب قدرة تحمل الشخص. لما بتروح مني بقى اللي هو خلاص ما بقاش عندي قدرة تحمل فعلا، او ما اقدرش استحمل تاني، يعني لحد كده وخلاص كفاية. فلما بتبقى كفاية بس يعني مفيش. لا هي الكفايه لا، ما عنديش بين البنين كتير قوي في الاول، يعني بتدي فرص بشكل كبير في الاول. مش بدي فرص علشان انا يعني عايز، انا بدي فرص علشان يعني يمكن الانسان اللي قدامي يتحسن، يمكن ما يكونش عنده وعي يا كده والله. ونقرب وجهه انا، طب انت ايه وجهه، لو اقتنعت ممكن يعني نقرب يمكن انا اكون برضو بتاع، فاسمع. فلما الاقي الموضوع تفاهه او بلاطه مش فاهمين حاجه والدنيا رايحه في 60 دقيقة، لا ما هو ليه ما انت هتتعبني بقى وتعرفني مش قادرة خلاص، انا ست صاحبة عاية ما ينفعش، ما اقدرش. زي برضو مثلا السوشيال ميديا والحاجات، حد يكتب لك كومنت مثلا سخيف، فتمام بعديها وبسيبه، بعد كده بيتسخف اكتر، هو يعني بعديها الاقي البلوك المتين وانت ما تشوفنيش، يعني خلاص هي بلوك ما فيش. الناس اللي ما تعرفهاش، اللي ما اعرفهاش بس بيبقى بيتطاول مثلا او حاجه كده، طب انا توجع دماغي ليه يا عم انت كده؟ ببعت الاول اقول طب ليه، ما احنا بجد اوكي يعني كده. ففي ناس بتختشي وفي ناس ما عندهاش حق. بتبعتي علشان خاطر بتشوفي ان يعني مثلا يقول يسبب، يعني يجعلك سبب. ايوه بحب كده. فلقيت الانسان ممكن يكون في لحظه تشقل لك لما اجرب ولا ما اشوف الفنانه دي ممكن، فاهم انت تبقى كده. فيبقى غبي بقى، يعني البعيد غبي وما بيفهمش. لا طب وليه يعني، ما ابعد عني، انا مش ناقصه وجع قلبي يعني. هتشر عليكي من وجع القلب يا روح قلبي حبيبتي. اسود 5 حاجات لو رجع بيكي الوقت ما كنتيش هتعمليها. 5 حاجات بس 5 حاجات بس. 5 حاجات انتوا طيبين. 5 حاجات لو رجع بيا الوقت ما كنتش هعملها، لان هم هيفرقوا في شخصيتك. هقول لك مثلا ما كنتش هبقى مسامحه قوي لدرجه ان هم يحسبوني عبيطه. والله العظيم ما بقول كده كلام يعني لقاءات وبس، لا يعني كنت اصلا بسامح لدرجه ان هو يعني مثلا اقول ايه، صاحبتي خلاص وصاحبك على عيبه واستحملها ومش مهم وبتاع. فضيعت سنين قوي كتير من عمري في الطيبه العبيطه دي، وفي الاخر اكتشفت ان لا انتي مش بتحبيني، انتي كنتي بتستغليني، انتي كنتي بتعملي كده علشان ابقى معاكي في سبيل مصلحتك. لكن فدي ما كنتش عامله، يعني كنت هفهم. ما كنتش هتبقي مسامحه. كنت لا
ما كنتش حابه يعني اجي على نفسي او اضحي بنفسي من اجل حد ما يستاهلش. يعني انا ممكن اضحي بنفسي دلوقتي من اجل اهلي، من اجل اخواتي، من اجل ابني، من اجل الناس اللي بحبهم اللي يستاهلوا بجد، من اجل حد يستاهل بجد، ما عنديش اي مشكله. لكن اضيع وقتي وعمري ومجهودي وصحتي وفي الاخر حد يطلع في ضغينه وفي بني ادم مش كويس او صاحبه مش كويسه، او مثلا هي بتستغلك علشان خاطر غرض في نفسها يعني، او في نفس شريره، لا ما كنتش هعمل كده. تاني حاجه ما كنتش هضيع فلوسي. دي نندم عليها ونعملها برضه طول العمر. مش هضيع فلوسي في حاجات عبيطه، عملت حاجات عبيطه كده. يعني مثلا يبقى عندي حاجه مثلا، او ربنا كرمني بحاجه او رزقني، فاقول يلا خلص بيع ان شاء الله هجيب احسن منها. قعدت سنين عشان اجيب احسن منها، ما بقتش اجيب عربيه خلاص حصل فيها لو مرايه اتكسرت مثلا، لا خلاص بقى يلا انا هغير وبتاع. فدلوقتي يعني طب ده كان بسبب انك كنتي مدلله؟ لا بالعكس، انا مدلله. يا لهوي يا خرابي، ده انا قصه الكفاح المسلح. انا اللي جبت عربيتي نفسي، ابويا ما جابليش عربيه الله. وانا اللي يعني اعوذ بالله من كلمه انا، بس انا ست عصاميه ومكافحه جدا 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 من وانا عندي 13 سنه وانا بشتغل. اشتغلتي شغلانات ايه؟ بصي بقى، وانا تقريبا في ابتدائي، ستة ابتدائي او حاجه 13 سنه صغيره قوي. لا ده الكلام ده في ابتدائي، لسه انا في سنه 6 ابتدائي. أيوة لسه النتيجه ما ظهرتش. هو انا مش عايزه اشتغل عشان عايزه اشتغل، انا اشتغل عشان عايزه اهرب من البيت يعني. عارفه لو ما تقعديش ماما تقعد تقول لي اغسلي مواعين واعملي وسوي والحاجات دي. فكان في حد ست صاحبه جدتي الله يرحمها، كان عندها مصنع بتعمل، عارفه زمان كانوا بيعملوا الجيلاتي، ففي البسكوتات بتاعت الجيلاتي دي. اوكي. فعندها الست دي كانت ست كبيره كده ناضجه وعندها المصنع ده. زن انا هروح معاكي. طب انا عايزه اشتغل، انا عايزه يبقى عندي بتاع واجيب لنفسي بقى حركات وحاجه ويبقى معايا فلوس انا بقى في الصيف، ماليش دعوه، انا مش هستنى المصروف. لسه بقى هاخد المصروف ويخلص. زنيت وفعلا خدتني جدتي ودتني عند صديقتها، ما اعرفش الله يرحمها اسمها الحاجه ايه وكده. فقالت لي طيب ايه تعالي عيله صغيره دي، فايه خدي البسكوت دوت رصي وحطيه يعني كان بيرص بقى البنات اللي هم الزهرات بقى. ما عجبتنيش الشغلانه، قلت ما فيهاش تعب. لا ايه يعني يا رص ما فيهاش تشغيل دماغ ولا ما فيهاش تعب؟ هقول لك قولي. ما انا جايه ارص، انا عايزه تبقى حاجه جامده. فروحت ببص كده بعيني، فلقيت المكن اوريدي اللي بينزل اللي بيحطوا فيه الدقيق ده علشان يعمل البسكوتيه نفسها. فمن غير ما حد يعرف كده رحت انا بقى سبت الموضوع، رحت رايحه على المكنه ورحت انا بقى اللي عايزه لوحدي من غير ما حد يقول لي. فطبعا البسكوت اتحرق ونزل. طبعا هو ليه درجه معينه انت بتعملي زي الوافل دلوقتي، عارفه انت اللي هي الحاجات بتاعه الوافل والبتاع كده. فجت الست الحاجه قالت لي بقى بره ما اشوفش. انا افتكرت محمد هنيدي وهو متعلق انتوا بتلعبوا والله العظيم. قالت لي بره ما اشوفش خالص. زعلت قوي بقى وقعدت اعيط، طب انا اروح خايبه كده وبتاع. فدي كانت قصه في اجازه 6 ابتدائي. بعد كده بقى في اعدادي تقريبا او في تانية اعدادي برضو ما زال حلم الشغل العمل ده. انا عايزه اشتغل ممثله، بس انا عايزه المهم اخرج من البيت واشوف من وانا كان نفسي جدا. طبعا كنت بقى حفلات المدرسه وكل حاجه واصول الثقافه والمسارح كلها، كنت باخد جوائز والقاء وشعر ودنيا. كنت بص البريمو بتاع الحكايه. تاني شغلان دي الكلام ده وانا صغيره بقى. مصنع كبير بتاع ملابس جاهزه ومش عارفه ايه وكده. دي تاني شغلانه برضو كان حد صديق والدي بقى في اسكندريه. ففاكره برضو كنت رحت بقى وفي الاجازه برضو وبتاع، لان انا كنت عارفه دايما ان الناس اللي بتشتغل في اجازه الصيف دي هم الناس المكافحه والناس اللي بتاع. في نفس الوقت اهرب من البيت وما اغسلش المواعين، دي اهم حاجه عندي في الحياه. وفي نفس الوقت علشان برضو موضوع الحريه اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده. ان انا يبقى عندي حريه ان انا اخرج، وان انا يبقى عندي استقلاليه ماديه، وان انا ده يمكن قعدت في اجازه الصيف، ودي كانت حاجه كنت معجبه بيها. بس برضو كان عندي امل، كنت اقعد اشوف الستات بقى اللي هي بتاع
تعمل على المكن بتاع السرقه، فنفسي كده، انا مش عايزه انا اقعد اطبق قماش واعمل الحاجات دي وكده. فعملت دوت. واول انا فاكره اول فلوس اخدتها في حياتي او اول بتاع، رحت بقى اشتريت فستان والله، واشتريت مش عارفه ايه بقى من حر مالي بقى يعني. أيوة. واحد ليها على طعم ذوق، تاني. ليها طعم تاني. أيوة. فظيع 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 من فظيع. تعبي. بس عايزين نكمل السؤال اللي احنا ما كملناهوش، اللي هو 5 حاجات لو رجع بيك الزمن. يا شوفي انا كنت خالص والله. احنا قلنا حاجتين. تالت حاجة قلنا مش هاجي على نفسي علشان حد ما يستاهلش. مش هضيع فلوسي في حاجات عبيطه. والفلوس ودتنا للحاجات ديت. تالت حاجه مش هعمل ايه تاني كنت بعمله. ندمت طبعا على اوقات كتيره، يعني ربنا يغفر لي ويسامحني، بحاول ان انا اسددها دلوقتي. ان انا مثلا ساعات كنت بضيع وقت الصلاه، فده كان برضو من الحاجات ان اتمنى من الله ان انا ربنا يديني العمر علشان خاطر يعني بصلي طول عمرنا من واحنا يعني من واحنا صغيرين من رابعه ابتدائي، واحنا كل بيتنا اللهم لك الحمد امي كانت دايما بتحسنا على الصلاه. بس يعني ساعات كنت اقول بقى ايوه تعبانه بقى، طب مش هكسل، طب مش عارفه ايه. فدي حاجه برضو ندمت عليها. ندمت ان انا ما كنت على طول ببقى عايزه اسافر واروح واجي في احلى سنين عمري وانا صغيره، وامي في احلى سنين عمرها وكنت بسيبها. يعني لما راحت قعدت اقول يا ريتني اي وقت كنت ببقى فاضيه فيه ما اسيبهاش ابدا، لان الام ده شيء عظيم جدا والله ما كلام. لان الام في البيت ربنا يحفظ كل الامهات، دي حاجه عظيمه، حاجه فيها يعني وانس ان الام ما بتبقاش موجوده كل حاجه حلوه في قلبك بتروح. ندمت على ايه تاني؟ ندمت على اي حاجه برضو ارتكبتها وانا يعني عن غير عمدي، يعني اللي هو ان انا مثلا زي ما البشر كلها يعني اتكلمت على حد بالغيب. والله النم بقى، واللي هو حد يدخلك بقى في سكه وانت تقولي يا لهوي اسكت انا مش عارفه ايه وبتاع وكده. فده برضو حرام يعني، ده حرام برضو، لان الا يعني الواحد ما بيدخلش الجنه الا اذا سمح الانسان. نستغفر كتير. استغفري ربنا وتوبي اليه بقى، وربنا ندخل النار ندخل عشان الموضوع النم ده وحش قوي. في حاجه قلتيها خلتني عايزه اسالك السؤال ده. اتفضلي يا حبيبي. الامومه بالنسبه لك ايه؟ اول شعور بالامومه شعور لما بتولدي ابنك او بنتك وبتضميه لحضنك وبتبداي يعني مش عايزه اقول بس يعني بتبداي ان انت تاخدي الطفل او الولد او البنت في حضنك، وبتبداي سبحان الله شعور الامومه ده اللي هو يعني عارفه لما الطفل يرضع من امه كله بيقول مش عارفه دلوقتي لا وبتاع وحاجات، لكن احساس ان حد بياخد منك وانتي بتعطيه بحب شديد انتي مبسوطه، انتي اللي محتاجه ده. مش يعني شوف الطفل بيبقى محتاج لامه قد ايه، بس الامومه دي شعور اللي هو الحب من غير مقابل، الحب العطاء اللي يعني مش قادره اوصفها لك، بس هو حاجه انا مش عارفه اتخيل. هو انت مش عارفه تتخيلي. انا اشعره جدا. ايوه انت بتقشعري انت لما بتاخدي ابنك يعني لدرجه ان انا يمكن انا ام زياده. احكي لي موقف مثلا ما بينك وما بين ابنك وهو صغير ولا هو كبير؟ لو هو كبير دلوقتي خلاص بقى بقى ينطرني، يقول لي انطري عادي جدا يعني. لا يعني مثلا هقول لك على حاجه غريبه جدا والله العظيم 3 ممكن تضحكوا عليا والناس تضحك عليا. يعني ما كنتش بنام مثلا وابني لسه في الشهور الاولى، يعني انا ما بخاف احطه على السرير، يعني عارفه يصحى. والله ما انا بقول لك هبله، ما انا فكنت بنام مثلا كده اهو وابني يبقى كده، اقوم بقى من النوم الاقيه واقع جنبي، الاقيه منطور الناحيه دي من كتر ما خايفه عليه، من كتر ما انا اوفر قوي في الحكايه كده. بس هو حب غير اي حب. عنده كام سنه دلوقتي؟ مش هقول لك، ما تتكلميش عليا قدام الناس.
اوعي تجيبي سيرتي يما قدام حد والله. والله لا العظيم. نحترم قال خصوصيته لي ما طبعا. تجيبي سيرتي قدام حد، بس هو يعني ربنا يحميه يا رب. خلاص بس انا هقول لا مش هقول والله، مش هقول يا ياسين عشان ما تزعلش مني، يعني مش هقول يعني خلاص. دلوقتي السؤال البينك. البينك الله. الصديقة بالنسبة لك ايه؟ ستر وغطا، يعني عشان تقولي صديقة لازم تكون ستر وغطا عليكي، يعني تقولي الكلمة تعرفي انها بينكم انتوا الاتنين، تحكي لها ادق تفاصيل حياتك، تحكي لك هي يعني عارفة تبقى كده، يعني برضو تبقي عارفاها وعارفة عيلتها وهي عارفاكي وعارفة عيلتك وعارفة وجعك. لكن انها يعني اي حد بتقولش صديقتي ولا انتمتي، موضوع انتمتي ده في الاخر برضو بتكتشفي ان هو بلح فيك. مفيش خالص. صديقة يعني صاحبة، يعني عارفة ايه الصاحب، يعني اللي هي تبقى خايفة عليكي وانتي بتخافي عليها، تحبك في الله، مش عايزة منك حاجة، وانتي كمان ما تبقيش عايزة منها حاجة، ممكن تساعدوا بعض، يعني تعملوا حاجات حلوة مع بعض، يعني تعملوا حاجات حلوة، ولو اتضايقتي ولا كنتي متضايقة ولا كنت تلاقيها جنبك. دي الصديقة بالنسبة لي. طب لقيتيها؟ كنت اعتقد ان انا لقيتها، بس للاسف مع مرور الزمان ومرور الوقت ومرور العشرة بتكتشفي ان اوكي بس مش هي دي، تبقى معرفة. مش معرفة، هتبقى برضو حبيبتك وصاحبتك وكلتوا مع بعض عيش وملح وده ليه احترام وكل حاجة. بس أنا صديقتي الوحيدة في حياتي كانت أمي الله يرحمها، كانت هي صديقتي. كانت صديقتي جدا جدا. احكي لها يعني بصي كل تقول لي قولي ما تخبيش، وأنا عايزة أقول برضو وأخر كل حاجة. يعني تاخدي منها نصيحة، تاخدي منها تعملي إيه وما تعمليش إيه. كانت بتسمعي طبعا، ما كانتش ابدا. دي هي كانت لا ده انا اي حاجه توجعني كنت احكيها لامي، يعني اي حاجه ما بتكسفش، يعني بتكسفش احكي لها ادق التفاصيل، وكانت بتسمعني وكانت كلامها حكم. يعني حتى لو مش عاجبني اللي هي بتقوله، او لو حاجه هتيجي عليا قوي وانا لا مش هعمل كده بقى، انا مش عايزه اعمل كده، ماليش مزاج اعمل كده، بس بعد فتره اقول والله العظيم كان معاها حق، امي كان عندها حق، ليها نظره، يا ريتني سمعت كلام امي. كده اختاري لون بعد ما انت اخترتوا كل الالوان. لا ما هو كل ده هيخلص. احنا لسه معانا دلوقتي 4 اسئله في كل لون بالظبط. يعني نختار لون بره دول ولا لا هو هم دول. نختار ايه؟ نختار الروز تاني. طيب اوكي. امتى بتحسي انك رجعتي طفله ومع مين؟ طول الوقت بحس ان انا طفله. الله. والله العظيم، الله اقسم بالله. طول الوقت بحس ان انا لو قدام الناس بقى، لما حد زي ما انت دلوقتي تقولي حضرتك وبتاع، انا عايزه اقول لك يعني ما يعني بقى لا مقاما والله يا حبيبتي يا والله حبيبتي. لا طول الوقت بحس ان انا طفله، يعني لو جات لي الفرصه ان انا بصي على طول يعني. يعني اقول لك ايه، احنا ليه بنكبر؟ ليه؟ عشان بنبطل نلعب وبنبطل نعمل الحاجات اللي هي بنتنطط ونروح ونيجي. يعني ايه طفله انت بتروحي وتتنططي وتنزلي الشارع وتشتري حاجات وبتعملي، يعني مثلا لما الاقي نفسي فاضيه ما وريش حاجه، رغم ان انا المفروض ما اعملش كده، اروح نازله واخده بعضي وتك امشي لحد السوبر ماركت واقعد اجيب حاجه فنانه وابدا. بس انا بحس ان انا عايزه انزل اشتري، ايس كريم، بنزل انا ممكن اطلبه بالتليفون على فكره. بس انا بحب ان انا وانس ان انا نزلت الشارع ووقفت شويه وشفت مش عارفه ايه كده، فدي بترجع لي طفولتي يعني. ممكن تقعدي تنطي الحبل وانت قاعده في البيت عادي جدا، يعني بتقعدي فطول الوقت تحسي انك طفله، ده من جواكي. فما هي يعني الكبر او الواحد لما بيكبر عشان هو قلبه بيشيخ، يعني بيخلي اللي هو من كتر الحزن ومن كتر مش عارفه ايه والمشاكل، وهنعمل ايه وهنجيب الفلوس والسكر والزيت ولا بنزين ولا كل المصايب السوداء دي، فتنسي ترمي ده ورا ظهرك وتقعدي سعيده جدا وتقعدي مبسوطه وتكبري دماغك وتضحكي وتلعبي. فين ما الخالق موجود، اللي رزقنا هيرزقنا تاني وتالت ورابع الى ما لا نهايه. طب ما فيش حد معين، شخص معين تحسي ان هو بيفعل
الحته بتاعت الطفله دي بزياده شويه وانتي قاعده معاه مثلا؟ وانا قاعده معاه اختي منال. امم اختي اللي هي اللي قبلي لا بقول لك بعد. شبهنا. قبلي. هو انتوا اخوات ولا ايه؟ لا يعني بس صحاب من زمان. بالظبط. اختي لما بتبقى موجوده معايا او بتجيلي وبتاع، نقعد بقى نجيب كل الذكريات اللي ممكن تتخيل، ممكن نجري ورا بعض ونضرب عادي جدا يعني. بحس معاها لان احنا اتنين كنا قريبين قوي من بعض، فكنا بنعمل كل المصايب. اقول لها فاكره زمان لما كنا نقف في البلكونه ومش عارفه مين يعدي ونرمي عليه والله العظيم كنا بنعمل مصايب. فنقعد نفتكر الحاجات دي. هي دلوقتي مستشاره طبعا كبيره محاميه. فتقعد تضحك بقى، فهي متجاوبه معايا وفاهماني جدا. وهي كانت الهادي، عارفه اللي هي الكيوته قوي الطيوبه بتاع، وانا الشريره الشقيه، فكنت بدبسها بمصايب. فهي دي اللي بحس معاها اكتر بالطفوله. ربنا يخليكم لبعض يا رب. امين يا رب. امين يا رب. بتقدري تتعرفي على صوتك الداخلي؟ انا على طول صوتي الداخلي بيكلمني. بحس ان انا اللي جوايا لازم اطلعه اول باول واقوله على الملأ، واقوله بصوت عالي. ما عنديش ان انا ايه اقعد اكبت جوايا، ولما حد لا، بحب افضي اول باول كده. بعمل عمليه تنظيف طول الوقت للداخل علشان ابقى عامله كده منور. عارفه لما بتكتمي حاجه جواكي طول الوقت، او تبقي مخبيه اسرار جواكي طول الوقت، او تبقى انا ما بستور يعني على طول كده. ده يمكن مش حلو في كل الاوقات، فهماكي. بس أيوة. ان شاء الله اقوله لنفسي بصوت عالي وانا قاعده في البيت مريح. لوحدي. بس مريح اللي هو بتطلعي بقى. بينتصر صوتك الداخلي ده لما مثلا بيجيلك حدس معين ان مثلا الشخص ده مثلا ما بيحبنيش او محتار في قرار. مش يعني بصي بتروى شويه قبل ما ينتصر عليا. يعني باخد برضو وقت كده، اعمل كده ولا ما اعملش كده، اكيد. اقول ولا ما اقولش. بتدرسي الموضوع. بدرس الموضوع لحد ما بتوصل مثلا ايه. يعني انا مش ودانيه، يعني مش اللي هو حد يروح قايل لي حاجه لا تقدري تميزي مين بيقول ايه مين عايز ايه. وبحس يعني مثلا حتى لو انا صوتي الداخلي لازم مثلا ايه اقول لافنان حاجه مثلا فوق، لا ده انا لازم اعمل واسوي وكده وبتاع، بس انا عارفاها انها طيبه، او عارفه انها ما تستحقش ان انا ادوس عليها، او فممكن ايه اتغاضى، او مثلا ايه في وسط حوار كده واحنا قاعدين اقول لها الحكايه بس بطريقه ظريفه. ايوه. مش في وش كده يعني، ما اقولش ما احبش اصدم البني ادم اللي قدامي الا اذا كان يستحق. لو حد ياخد على دماغه لا اديله، ما يهمنيش والله لو مين. يعني دايما انا ما عنديش، اللهم لك الحمد يا رب، ما عنديش خوف من البشر ابدا، مهما وصل مركزه، مهما وصل مستواه، مهما وصل ما شاء الله. غناه دي نعمه بجد. والله لا، ما عنديش خوف من البشر. يعني ما بخافش من البشر، ما بخافش غير من الخالق العظيم. فعشان كده اروح قايله كده، طب ليه يا عم في ايه مالك يا عم في. فاسلوبي ده عارفه يعني ممكن ناس كتير تفهمه غلط، ممكن ناس كتير تقول لك دي ايه دي فاكره نفسها عارفه انت كده. وفي نفس الوقت في ناس لا بتستوعب تقول لك لا دي ست كويسه، دي اللي في قلبها، دي مش خبيثه. يعني لو جالك مثلا دور في فيلم وانتي اول حدس جالك انه لا مش عايزه اعمل الدور ده، وبعد كده في بقى حاجات كتير بتحصل، ولا انا مثلا المفروض اعمله علشان هيبقى حاجه كويسه مثلا في السي في بتاعي او وات ايفر. طبعا لو حاجه كويسه وانا مش عايزه اعملها. حصلت قبل كده في فيلم ما وكان الدور جريء جدا وبتاع ومش عارفه ايه، لا طب انا مش عايزه اعمل كده، لا 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 عشان ايه بقى، عشان خاطر مش عارفه ايه، وعشان خاطر عيلتي، وعشان خاطر لا مش دي وحاجات كده كتيره. وبعدين في الاخر بس انت عايزه تعمليه اللي هو يعني فنيا الفن بقى وبتاع واعمل حاجات وكده ويبقى. لكن طب والناس ودلوقتي والزفت والاطران والناس اللي بتفهم غلط واللي والحاجات دي. فبين بقى بتبقي بين نارين، بين ان انت بتعملي نفسك تعملي الحاجه اللي نفسك تعمليها، وبين ان انت خايفه من المجتمع وخايفه من البتاع. فبحاول اعمل المعادله يعني اعمل بالانس كده اللي هو وربنا بيوفقني. يعني القائمين على المشروع يقول لك ايه طب خلاص تمام يعني لا بلاش نلبس طيب مش عارفه ايه بلاش يا عم، وصدقني هديكي الاحساس والله فاهمه انت. فهي بتيجي كده
ايه بالشطاره. والله العظيم يبقى عندي صح، وجهه نظري بتبقى صح، وربنا بيوفق وبيكرم، لان انت دايما بتبقى نيتك يعني انت عايزه برضو ايه يعني تمسكي العصايه من النص، بتحبي الفن بس في نفس الوقت مش اللي هو تحبيه حب المايوهات والمصايب والحاجات. لا والحمد لله يعني دلوقتي الحاجات دي بقت مقننه اكتر من الاول بكتير بصراحه. بشوف ان دي بقت ميزه يعني في السينما لكن النت مفتوح عادي كل البشريه. لا بتكلم على لا السينما بقت الحمد لله يعني ألطف شويه، او المواضيع بقت ألطف شويه، لكن عشان الدنيا بقت اوبن اصلا مش محتاجين سينما صح. خلاص بالظبط يعني. انا مش عارفه ليه بتروح لي الاحمر. ايوه الله. قولي بقى. المظاهر بالنسبه لك مهمه؟ يعني مش المظاهر اللي هي بحس النظافه احسن، يعني نظافه البني ادم، يعني مش لازم يبقى لابس سينيه فظيع ولازم يبقى عامل مش عارفه ايه ولازم لا بس مادام بني ادم نظيف شكله كويس، النظافه الشخصيه ريحته لطيفه، مظهره كويس، يعني يبقى شكله مقبول. فلا النظافه الداخليه والخارجيه بتبقى اهم كتير قوي من المظاهر الخداعه، يعني مش مهم. وفي على فكره مظاهر يعني في ناس بتبقى صارفه فلوس كتيره قوي على لبس وعلى حاجات وحش، يعني صح. شكلها وحش، شكلك وحش يا عم، في ايه ده، في ايه مالك يعني، مش كده. لكن ممكن حد يلبس حاجه بسيطه ولوكال مصري عادي جدا ويبقى زي الفل، قمر زي كده. ايوه طبعا ايوه طبعا. سألي يا دندو، بتشوفي ايه اللي ناقصك في الحياه؟ انا اللي بشوف ساعات اقعد كده اكلم نفسي كده واكلم ربنا واقول له يا ربي طيب انا يعني نفسي في كذا ونفسي في كذا ونفسي في كذا، وليه انا مش زي فاهمه انت كده زي الناس الطبيعيه، عندي مش عارفه ايه وبتاع وكده، وكافحت كتير وبتاع والحمد لله، بس يعني مش بزيت اللي فاهمه انت الحاجات دي. تاني يوم بقى اصحى او اللي هو كده قول اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل نعمه انعمت بيها عليا، لاني ببص ربنا بيبعت لي رسائل كده فشوف يعني عايزه اقول لك على حاجه. النهارده وانا بعمل شعري بنوته كده لطيفه، ست جميله جدا صغيره، المهم قالت لي مع الجو الحراره طبعا الفظيعه اللي احنا فيها الجو حر قوي فمش عارفه ايه وبتتكلم ومش عارفه ايه وكده، بتقول لي والله العظيم يا مدام زينه امبارح نمنا من غير المروحه. ليه يا حبيبتي فين المروحه؟ فبتقولي ده كان في زبونه مدياني المروحه دي وكنت مشغله وكنت اخدها معايا المطبخ، ما عنديش الا هي المروحه دي في البيت، وفجاه المروحه باظت، فراحت عشان تصلح المروحه فاكتشفت ان الماتور بمبلغ وقدره طبعا. الماتور هو المروحه، الماتور هو المروحه. أيوة. فنامت في البلكونه يا حبيبتي، نامت في الطل في البلكونه والدنيا برضو صهد ورطوبه عاليه. ايوه طبعا. وانا ايه اللي ناقصني وانا بنام في تكييف، وانا يعني ده انا احسن من ملوك كسرى وفاهمه انت، واللي هو كانوا بيهولهم بالريش، احنا عندنا تك بنعمل المكيف وبننزل نركب عربيه وربنا سترها معانا في 4 حيطان ونايمين كويس، يبقى ايه اللي ناقصني؟ الحمد لله على الحمد لله. اللهم لك الحمد دائما وابدا يا رب، اللهم لك الحمد. لو هتختاري لنفسك اسم وسن وعنوان خيالي في زمن غير زمننا هيبقوا ايه؟ اللي انا نفسي فيه بقى محدش بقى لا براحتك، اسرح بخيالي زي ما انت عاوزه. اسمي هيبقى هو اسمي، نفس اسمي، سني هيبقى 33 سنه، سكني هيبقى باذن الله تعالى الفردوس الاعلى بامر الله، ان شاء الله كلنا نتقابل هناك يا رب جنب سيدنا النبي كده واخبط عليه الصبح ونبقى جيران باذن الله تعالى بامر الله. ده اللي نفسي فيه. لكن هتقولي لي فين بقى هنا في الدنيا وعنوانك غير العنوان ولا يسوى. شكرا على الاجابه دي. والله دي حقيقه، دي امنيتي. قولي لي حاجه واحده بتعمليها بتثبت لك انك بتحبي روحك. لما بلاقي نفسي تخنت ولا راح اضرب زي المحشي دلوقتي. ايوه والله استني بس عشان انا اصلا بعمل كده يعني في ناس، في حد ظريف دلوقتي كان جاي حلى المحشي وانا ضعيفه في الحاجات دي، فممكن بصي اغب بقى، فلا يا استاذ خالد مش هطوع. انا طوعت شويه قبل الحلقه يعني على فكره، ضربت صباعين كده خلاص. فلما بلاقي
الاقي نفسي دخلت على فكره بعد كده على طول. فالحاجه الوحيده اللي بعملها عشان بقى الاقي نفسي بحب نفسي ان انا لما الاقي نفسي راح اضرب وكده وارجع اقول حتى دلوقتي يعني لسه حد شافني قال لي خسيتي، فانا بس ايوه ما شاء الله بخس بمزاجي وبتخن بمزاجي والله العظيم اقسم بالله. فالحمد لله يعني. على فكره موضوع ان يقول لك الخسسان ده وبتاع والحرق والسن والكلام فارغ، انت عايزه تخسي بتخسي، عايزه تتخني يعني زمان مثلا قبل العمليات والناس كانت بتخس ازاي؟ صح. فدي الحاجه الوحيده بحس ان انا لا نفسي بحب نفسي فيها، لكن انا عموما في الحياه يعني مش نفسي مش اول حاجه في حياتي يعني. مش بحب نفسي يعني. ممكن احب حد اكتر مني شويه يعني، احب اللي مني اكتر مني شويه، او لو انا ليا حاجه انا نفسي اعملها او نفسي احققها وعايزاه او اشتريها، بلاش يا ستي اشتريها ولا وحدد من اهلي او من ابني لا اجيب لهم هم حاجتهم وانا مش مهم انا تاني، بس ربنا بيروح باعتها لي على طول. صح يا رب دايما. امين يا رب العالمين واياكم. ايه الاحساس اللي بتهربي منه دايما؟ الاحساس اللي بهرب منه دايما اللي انا مش عايزاه رافضه الكسل، وان انا احس بقى مود ان انا عيانه، او لما بقعد في البيت بس احس ان انا فاهمه انت اللي هو ايه ده، لا انا مش قادره، لا انا ما اقوم، انا تعبانه، انا مش عارفه فيا ايه، لا انا هي مش يجرى لي ايه كده. فما بحبوش الاحساس ده. الجواز غير ايه في شخصيتك؟ ايه ده؟ ايه السؤال الغريب ده؟ الجواز غير ايه في شخصيتي؟ حاول يغير في شخصيتي. اوكي. هو الجواز حاول يغير في شخصيتي بس انا ما اتغيرتش. جدع. انا جدع عشان انت يعني كنت جدع. انا ما اتغيرتش يعني، بس يمكن ايه بقيت ايه يعني، كنت عناديه الاول شويه يعني، كنت عنيده بقى كده، ست عنيده جدا يعني، مش عنيده بس عنيده في الحق والله، مش عنيده لمجرد العند بس يعني، عنيده علشان ايه كل حاجه ببقى عايزاها يعني مظبوطه كده ومش عارفه ايه، فلا ما لازم برضو تطنشي ولازم تعملي ولازم كده. ف غير ايه في شخصيتي؟ انا بقيت ام بس يعني، فبقيت اكثر هدوءا ورواقه كده، وبقيت عندي حاجه بخاف عليها كنت لما بخافش. غاوية احمر انتي برضو. ايه اللي لما بيحصل بيخليكي عندك باور تكسري الدنيا؟ اللي لما بيحصل ببقى قايمه كده متزقططه وكده، لما بيجيلي سيناريو حلو او دور حلو انا يعني بقى ايه ده او مع حد كويس ومع مخرج كويس وبتاع ودور مختلف وبتاع، بصي بيخليني بقى اللي هو ايه بقى، ممكن ابقى قاعده مرميه زي ما انا مرميه كده بقى، فجاه تلاقيني قمت بصي بقى الفراشه الطائره بقيت قمت بقى ايه فاهمه وريت. والله العظيم الحاجه الوحيده اللي بتبسطني والله الحاجه الوحيده اللي بتبسطني اللي هو يبقى فيه شغل كويس يعني، يبقى فيه شغل كويس، يبقى فيه دور كويس يستفزني، يبقى فيه اي اكشن في الحياه. انا بحس ان احساسك ده بيدل على حبك للشغلانه اللي انت بتحبي، يعني مش بتشتغلي اي شغلانه خلاص. بصي احلى حاجه في الدنيا من وجهه نظري ان تبقى شغلانتك موهبتك، يعني ان انت تبقي موهوبه في شغلانتك، مصدر رزقك من حاجه بتحبيها، مصدر رزقك بيبقى من حاجه، مش اللي هو بتشتغلي حاجه غصب عنك. طلعي يا اختي طلعي يا اختي نروح بقى شويه. ايوه علشان ايه نخلص كده الاسود بدري يلا بينا يلا. ايه اللي بيخوف زينة منصور؟ بيخوفني خوف بقى واترعب وكده الخوف اكتر خوف الداخلي اكتر من الخوف الخارجي. لا الخوف الخارجي هقول لك انا باختصار يعني، مثلا انا ما ليش في الحيوانات قوي يعني، مثلا لو لقيت مثلا حاجه في البيت ممكن اخاف يعني، ممكن ما عنديش انا اللي هو الكلاب والحاجات دي يعني ممكن يعني اعطف عليهم او اكلهم او بس من بعيد ما يلمسونيش يعني. ده الخوف الخارجي. ومن الصرصار لا كلنا مش محتاج يعني الصرصار، انا ممكن اقتل برص لكن ما اقتلش لا والله العظيم يعني ما يبقاش عليك، ما بقدرش اشوفه. لا بالعكس على فكره انت بتاخدي اجر. ايه العيال العبيطه دي قاعده عمالين تقولوا لي بس اللي بيخوفك وانتوا اصلا طلعتوا عيال. لا والله بس احنا
كانش قصدنا كده. ايوه بالظبط. يعني انت انا فاهمه. لا ده خوف خارجي، ده- بعيدا عن الخوف الخارجي، انا بنتكلم في الخوف الداخلي. تاني انت هنخش خدتي في بقى، قصه. بصي انت خدتينا في أيوة، حتة تانية. عشان مش عايزة أقول. هجيبك في الحته دي. مش عايزه اقول بقى لا تاني. قولي. بخاف بخاف يعني بخاف من ذنوبي. والله يعني ان ربنا يكتب علينا بعد الشر يا رب وعن السامعين، اللي هو الموت الفجأة، اللي هو انت مش مستعدة، يعني فاهمة انت. يعني بخاف من ده قوي، بخاف من ده. ولو كني عندي يقين في الله عز وجل ان هو اكرم واعظم وارحم بعباده، يعني من الام على طفلها، يعني ده ربنا عظيم ورحيم. ايه اكبر كذبه في الدنيا؟ اكبر كذبه في الدنيا، في دنيتنا، يعني ان انت تصدقي الدنيا، وان انت تحسي ان انت هتعيشي في الدنيا دي، وان انت عايزه تعملي كل حاجه في الدنيا دي. هي اكبر كذبه اساسا. الدنيا نفسها هي الكذبه العظيمه يعني. يعني ربنا خلقنا في الدنيا دي ليه؟ هي كده في آية كده بتقول ايه؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ايه هو اليقين؟ اليقين كل الناس تقول الموت. هي دي الحقيقة. تبتسم اول ما بتلاقي الاحمر. قولي. لا وبالذات السؤال ده، قولي يا اختي. انا بشوف ان كل انسان فينا عبارة عن لوحة. لو هتوصفي لوحتك هيبقى مرسوم فيها ايه؟ هيبقى مرسوم فيها بحر وسماء وقمر وطيور وحاجات كده حلوة كده جاية كده نازلة كده، يعني خيال، فيها خيال أكتر كتير من يعني أحب الطبيعة، يعني يبقى فيها طبيعة أكتر كده، فيها لو يعني لو هقدر أحط فيها هوا ونسمات عبير وحاجات كده هعمل كده. دي لوحتي، إبداع الله في خلقه، يعني إبداع الله في خلق الله، يعني فيها يبقى فيها كده من الحاجات دي. خلاص قربنا نخلص يا جماعة للأسف. بتعملي ايه عشان تبيني حبك للي قدامك؟ يعني ما بعملش، مش بقول ده، يعني مش بقول، لكن ممكن بتعملي. بعمل اي حاجة في ايدي ممكن اعملها تبسطه، بعملها. اي حاجة من غير ما يطلبها، ممكن لو في ايدي واقدر اعملها ما بترددش لحظة. يعني ممكن اقوم لو سمعته بس بيقول مش عارفه ايه وكان في ايه ومش عارف يجيبه، وانا في ايدي ان انا ده اجيبه سهل وكده، فتلاقيه عنده على طول من غير ما يبقى اللي هو تركزي في يعني التفاصيل. بركز في التفاصيل. فالحد اللي انا بحبه طبعا لازم يعني ان كنت اقدر اعمل كده فبعمل على طول. ايه الخبر اللي بعد ما سمعتيه غير في شخصيتك؟ عن مين؟ او خبر عن ايه؟ او خبر عن انتي قولي لنا. غير في شخصيتي ولا خلاني انسان تاني؟ ما هو ممكن تتغيري في حاجات. ممكن نقول اكتر ايه الخبرة اللي مريتي بيها خلتك تغير حاجة في شخصيتك؟ هو خبر يعني برضو ساعات في اخبار بتبقى سواء حلوة او وحشة، بعد ما الانسان بيسمعها بيكون ليها تأثير جذري على حاجة في شخصيته او على حاجات في شخصيته، بس بتغير فيه. يعني ما بيبقاش هو نفس البني آدم قبل ما يسمع الخبر ده. لا حاجات كتيرة قوي، حاجات كتيرة يعني مثلا لما بلاقي مثلا حاجة بتحصل لحد، والحد ده كان يعني عايش الدنيا طول عرض وبقى ومش همه والدنيا مش فارقة معاه، وفجأة يا نهار أبيض إيه ده؟ فبتحصل له حاجة صعبة أو حاجة كبيرة أو حاجة عويصة كده، يعني اللي هو مش ازاي ده ايه ده؟ او بعد شر بيتلطف حاجه او بتاع، فاللي هو بقول يا نهار ابيض يا نهار ابيض ايه ده؟ فمن هنا شويه ومن هنا شويه من هنا شويه اصبحت الحياه بالنسبه لي ان انا يعني
بتعلم وبقرا الدنيا اكتر كتير من زمان، يعني ما كنت عايشاها كده وخلاص يعني. لكن مفيش خبر كان ليه علاقة مثلا بيكي انتي بحياتك الشخصية اكتر؟ والله هو اكتر خبر كان يعني، او مش خبر، او اكتر حدث حصل لي في حياتي غير من كياني كله، هي وفاة أبويا وأمي يعني ورا بعض. فده خلاني في حتة تانية خالص وفي وقت تاني خالص، وأدركت إن الحياة هعيش وهكمل وربنا هيكرم وكل حاجة، بس يعني طريقة تفكيري بقت مختلفة جدا في الحياة. اختلفت في ايه؟ في كل حاجة. في كل حاجة. فأصلا في العيشة، ازاي تعيشيها، في ازاي تقدري ما تضيعيش يومك أونطة كده من غير ما تعملي حاجة تبقى حلوة تنبسطي بيها، من غير ما تطبطبي على حد، لان انت انا اللي ببقى محتاجاها. يعني انا لما طبطب على حد بحس ان انا اللي محتاجه الطبطبه دي. ربنا بيطبطب على قلبك، ان انت ما تضيعيش وقتك أونطة كده يعني، لان العمر قصير، فلازم تستخدميه وتستفيدي من عمرك في حاجات إيجابية على قد ما تقدري، وفي عمل صالح على قد ما تقدري، وفي قضاء حاجة للناس على قد ما تقدري، وتبسطي نفسك وتبسطي اللي حواليكي على قد ما تقدري، لأن في النهاية ما مش الانبساط اللي هو ان انتي بتبقي سهرانة ولا خارجينة ولا بتعملي مش عارفة، مش ده الانبساط، بس ان انت تعملي حاجة ايجابية لحد ما ربنا يأذن بلقائه. فدي غيرتني كتير قوي. او الحدث اللي حصل ده خلاني ابص للحياة بطريقة تانية، واتمنى من الله ان انا اكون بعمل كده بجد، يعني ان انا اكون بجد بقدر ان انا يعني اعمل كده لحد ما نروح بقى عند ربنا. يديك الصحة امين يا رب جميعا، يا رب جميعا، ويحسن ختمتنا كلنا. امين اللهم امين. ايه اكتر حاجة صعبة بتواجهيها في شغلك؟ بواجهها في شغلي بصراحة بصراحة لا بواجه حاجات يعني اللي هو ايه يعني بس ده السوق، يعني ان انتي مثلا بتبقي يعني عندك حاجات كتيرة قوي نفسك تعمليها، لكن بيبقى في حسابات أخرى على حساب حد تاني، على مصلحة لحد تاني، على سوق وبيع ودنيا وحاجات وكده. ففي حاجات كده بتقف معاكي كده ليه؟ يعني ما احنا المفروض ان انا بس في النهايه بحاول ان انا ايه يعني اقضي شغلانتي او اعمل المطلوب مني في دوري على يعني على اكمل وجه، علشان اكون حاسه ان انا مبسوط. يعني دايما اقول انا بطله في دوري، انا يعني دايما اقول انا الحاجه اللي ربنا اداها لي فلازم اعملها صح قوي وبما يرضي الله قوي، علشان خاطر انا ببقى مبسوطه، عشان ده بيبسطني. لكن الحاجات بقى اللي هي من ورا الكواليس وبتاع، اصلي فلان عايز، اصلي فلانه عملت، اصلي هي دي اللي بتبيع، وهي الحاجات دي بتضايقني بقى، بتضايقني. يعني ما انت بالعكس، انت يعني او انت بالعكس، لو كلنا حلوين العمل كله هيبقى لطيف، الدنيا كلها هتبقى حلوه، هيبقى فيه روح المحبه باينه، فده هينعكس على الناس، فهتشوفوا حلو يعني. بس والمواعيد المنيله الصبح تقومي من عز النوم لو انت مش شايفه احنا فين. ايوه يا استاذه انا جايه، وانت اصلا مش نايمه مش مطبقه ممكن، لان دلوقتي مواعيد التصوير بقت صعبه قوي، بقت بال 24 ساعه وال 20 ساعه وال 18 ساعه. صعب جدا يعني. يعني حقيقي الناس اللي شايفه او فاهمه انه الممثل ده بقى بيضحك ويهزر يعني عايش حياه الفضائيين. لا والله انت لا خيالك. بالعكس شغلنا مرهقه جدا وبقت اكتر صعوبه الايام دي جدا جدا. ده حقيقي مع سرعه الزمن. ايوه وبيجوا في وقت معين يقول لك يلا احنا طب ما احنا عندنا طول السنه، فين انت في يعني جاي ليه في اخر في تزنقنا ليه في اخر 3 شهور ليه يعني؟ ما احنا قاعدين اهو مهويين ما وراناش حاجه كلها كتير بس ده نظرا للانتاج والظروف الانتاجيه والحاجات، فهي بقت ليها كده مقياس كده سوقي غير زمان كانوا بيقعدوا يعملوا المسلسل في 6 شهور بقى عشان يطلع بالجمال والناس تيجي وتنبسط ومش عارفه ايه وكده.
فالحياه اختلفت ويا رب بس نبقى قد الشغلانه وقد الحكايه يعني نقدر بتحبي التمثيل لكن ما بتحبيش الحاجات اللي حواليه؟ طبعا جدا. طول عمري اقول انا احب التمثيل لكن ما احبش كده. حبيب قلبي يا روح قلبي والله العظيم ده كنت على بالي، حلمت لك حته حلم يا استاذ. يا معقول يألفوا احلام؟ ده انت ان شاء الله ان شاء الله امك والدك على عتبه خضرا يا استاذ حسن، مش ممكن حسن دي مجازا طبعا. ايوه طبعا. لا 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 احنا ان شاء الله نبقى مع بعض بقى السنه دي. مش عارف طب انت بتسهر فين يا استاذ؟ يا خرابي. ولا حبيبتي انت حبيبتي نجمه، انت نجمه طول عمرك هتفضلي نجمه كده فظيعه، انت فظيعه يا لهوي يا خرابي عليكي. ولا لما قلتي ووقفتي كده وشهقتي انا ماليش في الحاجات دي اللي هو انا بتغدى لا اي حد السلام عليكم السلام عليكم هخلص وسلام عليكم. يمكن انا ما عنديش الحاجات الاجتماعيه دي وبتاع، ودايما يقولوا لي انت كده مش معانا في فيكي انك فهمانه. ماليش دعوه. انا يمكن ده بصي بلغه الدنيا بقى بيخسرني حاجات كتير وبيخليني ان انا يعني كده. ما انت لو كنت فتحتي ما كان زمانك دلوقتي عارفه انت الجو ده. لا ما عنديش لا ابدا. يعني. لا ابدا. عارفه ان رزقي هيجيلي رب العزه فين. بعمل اللي عليا، والناس بجد اللي بحبهم والناس بجد الفنانين المخلصين اللي بكلمهم ايوه طبعا في ناس كتير قوي كويسين كده طبعا علشان خاطر كده. ما اروحش مثلا لفه معايا لفه هدايا ومش عارفه وجايبه مش عارفه لمين بتاع وحاجات لا ما احبش كده يعني. اقول حد تاني اولى، حد تاني يكون فعلا محتاج. انا لو انا عايزه اعمل اهادي حد لا اهادي حد يكون محتاج بجد، لكن مش هادي عشان خاطر اشتغل. طب ما انا هعمل مجهود ويطلع عين امي وافضل ساعات طويله قوي بشتغل. ليه انا اعمل كده يعني؟ ايه عشان تشتغل؟ لا ربنا موجود هو هيبعت لي. والله لو بيلف الرزق هو اللي هيجري وراكي عشان خاطر يجيلك يعني. مش انت اللي هتسعي له، انت بتعملي اللي عليكي وبتتوكلي على الله وبتسيبي الباقي على الله. فدي الحاجات اللي انا ما بحبهاش في والله مش في وسطنا بس اي شغلانه في اي شغلانه فيها يعني. حتى بتلاقي برضو اللي في المحامين المكاتب كله بيجامل كله بينافق. ما بحبش النفاق يعني، ما بحبش النفاق ابدا ولا الرياء ولا الكلام اللي هو ده. تكسبي ايه في الاخر؟ ربنا يعافيك. اللهم امين يا رب العالمين. لما بتبقي مع حد بتحبيه بتحبي تسمعي اكتر ولا تتكلمي اكتر؟ الاثنين هات وخد. لو هو عنده حاجه بسمع له، لو انا عندي حاجه بحب اقولها واطلع وكده يعني. يبقى فيه كده ممكن اخد منه كلمه استفيد بيها، ممكن هو ياخد مني نص. بس لو حد محتاجني وعايزني اسمعه لا بسمعه جدا يعني انا اقدر احل وسي يعني من فضل الله ان انا عندي مقدره ان انا اخلي الناس يعني تستفيد، او ممكن يعني اجد حلول لمشاكل، لكن ما اعرفش حل مشاكل نفسي خالص. ده كلنا ما اعرفش حل مشاكل نفسي، اغرق في شبر ميه. بس فعلا برج القوس مستمع جيد. ممكن. يعني انا بحس يعني قابلت ناس قوس في حياتي بصراحه بيعرفوا يسمعوا. بحب اسمع جدا، ما بنطش في الكلام. حتى لو مش يعني حتى لو هيقولك بعد كل ده كلمه او مش هيقولك، بس هو بجد بيبقى سامعك. عارفه احساس انك بتتكلمي وحد سامعك هو ده في حد ذاته مريح. اكيد. ولو قدم لك كمان ان انت لا انت غلطانه مثلا ممكن تعملي كده ممكن يعني. فما يعني بقول من وجهه نظري بقى ينفذها ما ينفذهاش، بس انا قلت اللي يحكموا عليا ضميري يعني. يمكن فعلا عشان في الاخر بعمل اللي انا عايزاه كده كلنا. فبس بلاقي الفاليو في انه حد ينصت اللي انا بقوله. صح. ايه الامنيه اللي لسه ما حققتهاش؟ أمنية لسه ما حققتهاش؟ حاجات كتيرة في شغلي يعني ولا في لا عامة أمنية نفسك فيها لسه ما حققتيهاش. ايوه على مستوى ايه؟ طيب ما انا مش فاهمه الدنيا. على مستوى روحك انت. على مستوى روحي ان انا ربنا يكرمني واعمل حج قريبا. عملت عمره بس لسه الحج يعني وانا في صحتي كده. نفسي ان شاء الله ان ربنا يكتبها لي. يا روح قلبي ربنا يكتبها لك يا رب. يا رب امين. قولي ايه الابتسامه دي؟ مين اكتر شخص بتستمدي منه قوتك؟ اكتر شخص بستمد منه قوتي زينة منصور. بصي كنت متأكدة انك هتقولي زينة منصور او ابنك.
يعني ساعات برضو بستمد القوة من ياسين، لأنه ساعات بيقول لي حاجات يعني فعلا بجد أقول لا، يعني الجيل ده برضو مختلف، يعني ده ممكن حقيقي ده حقيقي. بس يعني ما لأني عشان هو طول الوقت طبعا برضو في حياته ودنيته واصحاب، فبقوي نفسي بنفسي، يعني بقوي نفسي بنفسي، يعني يعني مش على مستوى بقى تاني يعني بستعين بالقوة دي بالله عز وجل، يعني فبحاول ان انا اقوي نفسي بنفسي، وفي نفس الوقت لما يبقوا برضو اهلي حواليا واخواتي، فبيبقى في كده في الترابط ده بيبقى فيه قوة، يعني دايما يعني العزوة دي والاتحاد ده بيبقى في قوة في حد ذاته، يعني بس أنا بحاول أدي لنفسي القوة طول الوقت، أعمل نفسي إن أنا بنت بقى 7 رجالة ببعض، عارفة أنت كده، وأنا من جوايا إيه ببقى خلاص، بس بحاول أظهر إن أنا قوية، أو يمكن في ضعفي ده بيديني قوة أكتر، يعني أو في لحظات الضعف بتديني قوة كبيرة قوي في حياتي. صح، هي الأنثى عامة على فكرة لحظات الضعف هي اللي بتقوم منها أقوى طول الوقت، يعني أنا بحس دايما كده. دايما دي الست المصرية الست عموما، المصرية والست الذكية أكيد. السؤال ده يعني كويس قوي، مبسوطة قوي إن هو آخر سؤال. أيوة. معانا في الألوان. أيوة. آخر سؤال معانا في الألوان. أوكي. إيه اللي بيميزك كمصرية اسكندرانية؟ طب انتوا تقولوا، انا اقول بقى ايه المميزات، انتوا قولوا. لا احنا عايزين نسمع منك انت. احنا نسمعك وبعدين نقول، مفيش اي مشكلة. ايه اللي بيميزني كاسكندرانية كمصرية اسكندرانية؟ والله مش عارفة يا اختي ايه اللي بيميزني ايه اللي بيميزني، والله ما انا عارفة، يعني مش حاسة ان انا فيا يعني بقى. والله مش حاسة يعني لا يعني بستحمل حاجات كتيرة قوي، يعني ممكن يعني مش هقول عن نفسي، بس أنا بستحمل، يعني أقدر أواجه من فضل الله، يعني حاجة يعني في الشدة قوي، أو في الحاجات الصعبة قوي، تلاقيني ببقى تمام، يعني تلاقيني كده ربنا بيديني قوة كده وبقف كده، فاهمة انت، ما بنهارش، ما بتاع ومش عارفة ايه كده، بعد ما بخلص الموقف ممكن انهار بقى. ايوه. لكن كده ببقى بتبينيش ضعفك قدام حد؟ لا، ما بحبش اعيط قدام حد، ما بحبش اظهر ان انا ضعيفة دايما قدام الناس، علشان ممكن يستغلوا ده في حاجات مش كل حد بيفهم يعني. لكن مع نفسي بقى مش كل حد بيحس، ومش كل حد بيستوعب، دي حقيقة. ممكن يقولك يا عم دي بتكذب، يا عم دي عاملة يمكن بتعمل كده صعبانيات وبتعرفة، الحاجات دي بتخليكي، فلازم تبقي قوية قدام الناس طول الوقت، ولازم تبقي غنية قدام الناس طول الوقت، حتى لو في جيبك 10 جنيه بس لازم تبقي مش الأفكار اللي الناس بتشوفها فيكي. اكشلي انا بحس ان كل بني آدم هو اللي بيخرج من بقه هو ده انعكاس لصورته هو الداخلية، مش انعكاس ليكي انت. هقولك على حاجة، ما كل يرى بعين نفسك بالظبط، يعني انت نفسك حلوة هتشوفيني حلوة بالظبط، انت نفسك مش كويسة هتشوفيني مش كويسة. فكل واحد بيشوف على حسب طبعه هو، وعلى حسب ده، ممكن تبقي احسن حد في الدنيا لكن انا منفسنا منك، لا دي يا عم دي عاملة مش عارفة. فدايما البني ادم، يعني مع احترامي الشديد للبني ادم، بس البني ادم لا عمرك هتقدري توزني دماغه ولا قلبه، ولا هتعرفي ايه اللي جواه، يعني مش هتعرفي ايه اللي جواه. فنادرا ما تلاقي بقى حد يكون بيفهمك كويس، او حد كده ترحرحي معاه يعني. ايوه. طيب بصي، احنا دلوقتي هنلعب لعبه تاني، لعبه بسيطه الناس جدا هتزهق جدا مننا كده. لا خالص، دول هيتبسطوا قوي. ما تقوليش كده. طب انتي مبسوطه؟ انا مبسوطه، بس يعني طولنا كتير ولا في لا ولا ايه؟ ماشي. احنا دلوقتي هنلعب لعبه لذيذه قوي وهتبسطك ان شاء الله. هنحتاج فيها انك تغمضي عينك. اغمض عيني؟ الله، كان نفسي اعمل كده من زمان. اغمض وانام؟ لا غمضي بس. والله العظيم. شفتي بقى؟ بفكر دي الاغنيه اللي كان نفسك تحققيها. والله بفكر في دلوقتي في صباعين المحشي اللي انا اخدهم معايا واضربهم في العصر. يلا يا ستي، اديني غمضت اهو. هتقولي لي اسماء اشخاص تعرفيهم بيفكروكي بالحاجات دي.
ارض. ارض. يعني اقول لك اسم مين؟ يعني مش اسم فاهمه. حد في حياتك بيفكرك بالعناصر دي. بيفكرني بالارض. مم. حد بقى اقول اسم بعين ولا اسم. صفه يعني؟ لا اسم. ارض. خدي وقتك خالص. معالي. سما. امي زيزي. شمس. شمس. صباح. بحر. لا ده انا بقى. الله. هوا. ابني. شجرة. شجره. شجره ولا نخله؟ نخلة. نخله. احمد. فتحي. ايه ده؟ حسيتي ايه النهارده بقالك كتير ما حسيتوش؟ حسيت ايه؟ حسيتي ايه الاحساس اللي حسيتيه أنا أصلاً النهارده دلوقتي بقالك أنا كتير ما غمضت عيني، مش قادرة حسيتوش؟ افتح. حسيت بحاجات كتيرة قوي كان نفسي اقولها وطلعت كده من قلبي كده. حسيت بنقاء يعني في كده. حسيتي ان نقيت الدنيا نفسي. جوه فاضية زي الترابيزة دي دلوقتي؟ جوه وانا بقول الحاجات. لا بعد ما قلتي ان هو الدنيا كده. لا ما فضتش قوي طبعا، في كراكيب جوه لازم تطلع. في كراكيب بس تمام جدا. حسيت انها فضت طبعا كتير يعني. حسيت ان انا طلعت حاجات ما اعرفش يعني قلت كويس ولا ما قلتش كويس، بس حسيت ان انا قلت اللي نفسي كنت اقوله يعني. وده اللي احنا كنا بالظبط، عاوزين وده نسمعه. المهم، وده المهم. حسيت ان انا نفسي اقول اللي انا قلته فعلا بجد طب ومختلف. طب ايه اكتر لون حبيتيه من ال5 الوان؟ الابيض، اسود، بينك، اخضر، احمر؟ كل الالوان حبيتها والله، بحلوها ومرها. انا بحب الالوان اصلا، بس اكتر حاجه برتاح بحس بيها الاخضر. برضو بحس اللون الاخضر احلى. عشان الخضره وعشان الارض وعشان كل حاجه. اللون الاخضر ده من الوان الجنه اصلا. طيب دلوقتي هتحطي نفسك مكاننا وهتسألينا سؤال. يعني مش لازم احنا الاثنين، يعني ممكن تختاري بالظبط. حد فينا وتسأليه سؤال. لما اسالكم انتوا اللي الجوز نفس السؤال يلا عشان بينا. هريتوني. ايوه. هريتوني استني بقى لما اتمطع لكم. طيب دندونه حبيبتي روحي. وافنان، بتشتغلوا انتوا في المشروع دوت وبتعملوا حاجات كتيره يعني غير كده، وحاسين انكم مبسوطين او واقفين على اول حلم من حلمكم او بدايه حلمكم بداتوا تحققوه، ولا لسه الدنيا قدامكم كتير وحاسين ان انتوا بس عبث كده ولسه الموضوع الحقيقي ما جاش؟ يعني انا لو هرد هقول بالعكس، كل سؤال بنكتبه سواء أفنان أو أنا بنبقى سألناه لنفسنا سألناه وردنا عليه. ايوه. فبنحب نسمع إجابة غيرنا، يمكن تفيدنا، يمكن إحنا غلط، يمكن هم غلط فيستفيدوا مننا. فبنحس دايما إن ده مش عبث. يعني انتوا حاسين انتوا واقفين على اول التراك، ان انتوا كده بدأتوا في تحقيق احلامكم، او ان انتوا كده بدأتوا فعلا في اول خطوة من اللي نفسكم تعملوه في الحياة. بالظبط. أفنان حتى قبل كده قالت لي حاجة عن البودكاست، قالت لي ان دي انا دايما فاكراها. قالت لي ان الواحد لما بيعمل حاجة بنية الخير لربنا، واحنا بجد نيتنا خير، هتنجح ان شاء الله. هتنجح ان شاء الله، هتنجح وربنا يكرمكم ويوفقكم، والعمر والعمر كله قدامكم لسه ان شاء الله، وتعملوا كل حاجات حلوة في الدنيا. انا بشوف الفكرة رزق، ما كنتش بصدق في افكاري، وبعدين جه وقت معين ربنا كرمني بان كل الناس الوحشة اختفت، والحمد لله بقى عندي ناس حلوة كتير. شفتي بقى؟ علشان انتي رفضتي الوحش بالظبط. فجالك الحلو بالظبط. وعقدتي النية وتوكلتي على الله ان انتي مش هتقابلي الوحش تاني او مش بالزبط. عايزة الوحش في حياتك، فربنا بيعوضك خير واضعاف مضاعفة من الحاجات اللي انتي بتتمنيها ان شاء الله. وانتي كمان يعني بجد والله انبسطت. عايزة اقول لك شكرا بجد، شكرا بجد، احنا اتبسطنا. شكرا. بجد احنا اتبسطنا قوي قوي قوي،
وحقيقي حسينا برضو النهاردة بالذات بان احنا بنعمل حاجة مختلفة او مهمة او ملهمة لأي شخص يعني ممكن يكون بيتفرج علينا يا أو رب يا يتفرج رب يا علينا رب فيما اكون كده. بعد. بالعكس، الشكر والله ليكوا انتوا الاتنين، مش كلام، وانتوا بجد بسطتوني وحسيت معاكوا كده رجعتوني للحاجات الحلوه والطموح والدنيا والنجاح وحب العمل وكل حاجه يعني والله.